الجواز ليس انجاز يا عزيزتي. هو يعني اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ جمله كده صداها رنان لكل بنت ما اتجوزتش وبتحاول تصبر نفسها هي وصحابها. بس هو بجد اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ كده كده في مسؤوليات كتير جدا بتتاخد، بس في بنات مع المسؤوليات الكتيره دي اخدت رجاله كويسه بتساعد وتشيل معاه، وفي بنات شالت لوحدها المسؤوليه علشان نظمي كان سالت ايده خالص من المسؤوليات. الجواز مش اخر الدنيا ومش انجاز خالص في حد ذاته. كل الكائنات الحيه بتتجوز كل ثانيه وكل دقيقه، فده شيء طبيعي وعادي بيحصل، مش حاجه تاخدي عليها جايزه التميز والابداع. اي حاجه فيها الروح بتعملها والله. ولا عمر الجواز كان مصدر وحيد للسعاده ولا كان مقياس ليها اصلا، بالعكس طول ما سعادتك مرتبطه بحد او متوقفه على حد عمرك ما هتبقي سعيده بالشكل الكامل. دايما هيبقى في مؤثرات خارجيه بتاثر عليك وهتلاقي سعادتك ناقصه حاجه. وعلشان كده اختيار شريك الحياه مش سهل. ما احنا مش هنتجوز اي حد وخلاص، في حاجات كتير تانية في حياه البنت مهمه جدا اهم من الجواز. اصلا قطر الجواز ممكن يفوتنا عادي، بس الحاجات دي ما ينفعش تفوتنا. ما ينفعش تفوتي نجاحك في حياتك وفي دراستك وشغلك. ما ينفعش تبقي حد عادي بياكل ويشرب وينام. لازم يبقى عندك هدف تحققيه وحلمك نفسك توصلي له، ولازم تبقي فعلا بتاخدي خطوات لكل ده، مش مستنيه ابن الحلال يجي ياخدك ويحقق لك كل اللي انت بتتمنيه، ولو ما جاش تبقي ضيعتي كل حياتك. مهم يكون عندك مصدر دخل خاص بيكي انت. الفلوس مصدر قوه لكل ست، والفلوس هي اللي هتخليكي تحققي كل اللي نفسك فيه. وحتى وقتها وقت ما تحبي تتجوزي مش هتكوني مستنيه الراجل اللي هيجي يصرف عليك، ولمجرد ان معاه فلوس هتستحملي شخصيته وطباعه، وساعتها هتقولي لنفسك ظل راجل ولا ظل حيطه، وفي الاخر هيسيبك من غير ظل ولا حيطه منك للشمس كده تتحمصي. وافتكري فرحتك وانت معاكي فلوس وبتطلبي اوردرات اونلاين، يكلمك المندوب ويقولك انا واقف تحت يا فندم، تستلمي الاوردر بعد طول انتظار. تبقى حلاوتها ولا فرحه البدايات. من الحاجات اللي لو ما اتجوزتيش هتنبسطي بيها هي السفر، مفيش كلام. ومش شرط السفر بره مصر، ممكن جوه مصر عادي. ما في اماكن كتير حلوه في مصر محتاجه ان حد يكتشف. والميزه في السفر ان محدش بيفرض عليكي حاجه بفلوس معينه او ان يبقى معاكي فلوس كتير علشان تنبسطي. بالعكس ممكن تقعدي في اي اوتيل حسب البادجت بتاعك. مش لازم تستني ان اصحابك يفضوا او ظروفكم تناسب بعضها علشان تسافروا سوا، لان كده هتكتشفي انك بتضيعي وقت. اصل ما بقاش في اسهل من السفر. تختاري المكان اللي انت عايزه تسافريه وتفتحي بوكينج وتشوفي الاوتيلات واسعارها، او تكلمي الاوتيل على طول وتحجزي وتحضري شنطتك ويلا. وعادي تعودي انك تنبسطي لوحدك وتقضي وقت ظريف مع نفسك. اصل مش طول الوقت الناس اللي حوالينا بيكونوا فاضيين لينا ولا عاوزين يعملوا نفس الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها، وممكن يكونوا ما بيحبوش اللي بنحبه اصلا، وده مش مبرر يخلينا ناجل الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها علشان ما فيش حد عاوز يشاركنا الحاجات دي. ده اسمه تضييع وقت. من مسببات السعاده برضو اللي ما يختلفش عليها اتنين هي لعب الرياضه، واننا نهتم بصحتنا وشكلنا. ومش بس علشان الرياضه بتطلع كل الطاقه السلبيه، لا دي كمان علشان بتزود ثقتنا في نفسنا. هتحسي نفسك مز وشكلك حلو وصحتك كويس، وطول ما صحتك كويسه تقدري تعتمدي على نفسك ومش هتكوني محتاجه لحد. وعلشان جنه من غير ناس ما تداس مهم يكون عندك صحاب كويسين وجدعان، يعني مش بتشغلوا دماغكم على بعض ولا بتصدروا اي احكام على بعض، تتكلموا سوا بكل اريحيه وبيكونوا جنبك وقت زعلك وفرح. مش بس الصحاب مهمين، كمان علاقتك مع اهلك مهمه جدا، لازم تكون قويه وفيها ود وحب. ولو في اي تجمعات عائليه اوعي تفوتيها. علم النفس شايف ان الشخصيات اللي عاشت مع اهلها لفتره طويله شخصيات سويه اكتر من اللي ما قضوش مع اهلهم وقت طويل. كمان وجودنا وسط اهلنا بيخلي عندنا اكتفاء من مشاعر الحب والاحتواء، يعني مش سهل نجري ورا اي حد قال لنا كلمتين حلوين. الشوبينج مصدر سعاده لاي ست، مجرد ان احنا ننزل نلف كده على المحلات ده في حد ذاته خروجه لينا. فما بالك لما تنزلي تشتري اللي انت عاوزاه من غير ما حد يقول لك جبتي ده ليه وده عشان ايه، وده غالي وده رخيص، وده ضيق وده قصير، وده مش حلو عليكي، وذوقك مهبب كده ليه، وده لازم يرجع حالا. ايه دقه التنفس ده؟ دوروا على هوايه تمارسوها. ما ينفعش الانسان يعيش ساده كده من غير هوايات. ممكن الهوايه دي تبقى مزيكا، رسم، رياضه، حتى المطبخ ممكن يبقى هوايه. دوري جوه نفسك واكيد هتلاقي عندك هوايه مستخبيه وما انتش عارفاه. اكيد هتلاقي حاجه بتنبسطي لما بتعمليها وبتلاقي نفسك فيه. عارفين ايه اهم من كل اللي انا قلته وفعلا هيحقق لك السعاده اللي انت بتتمنيها؟ وانك تعرفي نفسك كويس وتعرفي انت فعلا محتاجه ايه، ايه بيفرحك تعمليه وايه بيزعلك فتبعدي عنه، وايه الحاجات اللي انت نفسك تحققيها عشان تبداي فيها فورا. لازم تعرفي مين الناس اللي بتحبيهم وبتحبي تكوني معاهم ومين اللي مش عايزاهم في حياتك ولازم تتخلصي منهم فورا. بالمناسبه كل دي حاجات سهله ومش محتاجه مجهود. علماء النفس والتنميه البشريه حددوا كام سؤال كده نجاوب عليهم علشان نعرف نفسنا، زي ايه الحاجات اللي بتحبي تعمليها، ايه مصدر مخاوفك، رسم حياتك لنفسك ازاي، عايزه تحققي ايه في حياتك وعايزه توصلي لفين، مين حواليكي بجد بتكوني مبسوطه معاه ومين بالنسبه لك مصدر ازعاج، راضيه عن نفسك بنسبه قد ايه وحابه تغيري ايه فيها. ولما تجاوبي على كل الاسئله دي وتحددي كل حاجه فيها وقتها تعرفي تتعاملي مع نفسك بالطريقه اللي تريح، تبقي بس انت المسؤوله عن سعادتك. تهيألي لو عملنا كل ده هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي، مش هنبقى باصين للجواز على انه مصدر لتحقيق السعاده والاحلام. ما احنا خلاص حققناهم لنفسنا، ووقت ما نحب نتجوز هندور على شريك حياه مش وسيله لتحقيق الاحلام. قولوا لي في التعليقات ايه تاني اهم من الجواز من وجهه نظركم.